في لعبة ماشية من سنين، لعبة الكل شايف نتائجها بس مش فاهم قوانينها. لعبة على حدود مصر الشرقية بين مصر وإسرائيل. مش لعبة شطرنج، دي لعبة وجود. لعبة لو اتكسرت قواعدها المنطقة كلها ممكن تولع. والسؤال، ايه هي قواعد اللعبة اللي محدش بيقولها؟ وازاي مصر ماسكة الموازين بحرفنة من غير ما تفرط في أرضها ولا تجر البلد لحرب جديدة؟ بعد حرب أكتوبر 73 العالم اتغير. إسرائيل لأول مرة حست إن في قوة عربية كسرت الأسطورة بتاعتها، ومصر لأول مرة برضه عرفت إن عندها القدرة توقف دولة مدججة بالسلاح ووراها أمريكا. وبعد الحرب كان لازم يترسم قواعد اللعبة. جت معاهدة كامب ديفيد سنة 79، ودي كانت بداية وضع القواعد: لا حرب مباشرة، لا تهديد متبادل، في ترتيبات أمنية في سيناء، مناطق منزوعة السلاح، قوات مراقبة دولية. لكن هل دي كانت نهاية اللعبة؟ لا، دي كانت مجرد البداية. المعادلة الأساسية سلام بارد. إسرائيل عايزة حدود آمنة واعتراف بشرعيتها وعدم تهديد من الجيش المصري، ومصر برضه عايزة تسترجع أراضيها من سيناء وإعادة بناء جيشها. فاللي حصل اتفقوا على معادلة سلام على الورق لكن مش حب في القلوب. يعني لا حرب بس كمان لا تطبيع شعبي، وده بقى اسمه السلام البارد. وكانت القاعدة الأولى فيه إن سينا خط أحمر. سينا مش مجرد أرض، دي بوابة مصر. المعاهدة حددت ترتيبات عسكرية في سينا، لكن مصر بتوسع وجودها العسكري تدريجيا مع كل أزمة. زي الإرهاب في شمال سينا، إسرائيل بتسكت لأنها عارفة إن مصر مش بتلعب. والرسالة واضحة: أي محاولة للاقتراب من سينا أو التفكير في توطين فلسطينيين هناك خط أحمر مميت. وغزة هي ورقة الضغط. غزة هي المسرح اللي اللعبة بتتلعب عليه دلوقتي. إسرائيل عايزة تكسر المقاومة، أمريكا عايزة تهدي الأوضاع، والفلسطينيين عايزين يعيشوا. لكن مصر واقفة في النص، تفتح المعبر وقت اللزوم، تضغط وقت اللزوم، وتقولها صريحة: لا تهجير من غزة لسينا. ودي واحدة من أخطر قواعد اللعبة. إسرائيل لازم تفهم إن غزة ليها أصحابها، ومصر مش هتقبل تشيل القضية على أرضها. وفي قاعدة صامتة بين مصر وإسرائيل: إسرائيل عندها سلاح نووي، ومصر عندها جيش هو الأقوى عربيا وأفريقيا. الاتنين عارفين إن المواجهة المباشرة مكلفة جدا. فبقى في نوع من الردع النفسي. إسرائيل ما تقدرش تستهين بمصر، ومصر مش بتديهم فرصة يفتكروا إن عندهم اليد العليا. عشان كده أي مناورة للجيش المصري، أي صفقة سلاح جديدة، بتوصل رسالة من غير ولا كلمة. ما ينفعش ننسى إن أمريكا هي الراعي الرسمي للعبة ديت. بتدي إسرائيل دعم عسكري وسياسي غير محدود، كارت أخضر مفتوح. وفي نفس الوقت بتدي مصر مساعدات عسكرية ضخمة، لأن أمريكا عايزة اللعبة تفضل ماشية من غير انفجار. هي عارفة إن لو حصل صدام مصري إسرائيلي المنطقة كلها هتتحول لبركان، فبقت أمريكا هي الحكم الخفي. لكن مصر عارفة إن الاعتماد على أمريكا خطر، عشان كده وسعت تحالفها مع روسيا والصين وأوروبا. بعض الدول العربية جريت على التطبيع مع إسرائيل، لكن مصر موقفها مختلف. في علاقات اقتصادية، غاز وكهرباء، في سفارات، لكن على المستوى الشعبي المصري مش متقبل. ودي نقطة قوة. إسرائيل عايزة قبول شعبي، مصر بتقول إحنا ملتزمين بالسلام لكن مش هنزوق الصورة. يعني نقدر نقول مصر هي مفتاح المنطقة. إسرائيل فاهمة إن قناة السويس شريان عالمي، وإن مصر هي بوابة أفريقيا، والجيش المصري هو المظلة اللي بتحمي المنطقة من فوضى أكبر. فعشان كده إسرائيل ما تقدرش تتهور مع مصر. اللعبة مبنية على إن مصر دايما الطرف اللي لازم يتحسب له ألف حساب. خليني أقول لك الخلاصة ببساطة: لا تهجير فلسطيني لسيناء، لا مساس بسيادة مصر على أرضها، لا قبول لوجود عسكري إسرائيلي قريب من الحدود، لا تطبيع شعب حقيقي، السلام يفضل بارد، لا حرب مفتوحة إلا لو اتفرضت. المنطقة كلها
ماشية على حبل مشدود. لو إسرائيل حاولت تغير قواعد اللعبة مصر هتوقفها. لو حصلت مواجهة في غزة مصر هتدخل كوسيط. لو أمريكا ضعفت في المنطقة إسرائيل هتفقد أهم أوراقها. وفي الآخر اللعبة دي مش مجرد سياسة، دي لعبة بقاء. مصر مش بتحارب عشان مكاسب، مصر بتحارب دفاع عن نفسها وعن هويتها وأرضها. قواعد اللعبة بين مصر وإسرائيل مش مكتوبة في ورق، لكن مكتوبة في الوعي الجماعي وفي عقيدة جيش وفي دم شهداء. اللعبة ماشية دلوقتي، بس الكل عارف لو اتكسرت القواعد التاريخ هيعيد نفسه، وساعتها مش هيبقى فيه وقت للسلام البارد ولا القواعد الدبلوماسية. ساعتها اللي هيحكم هو صوت المدافع، واللي يفتكر إن مصر هتتنازل يوم عن أرضها أو عن هويتها يبقى ما يعرفش حاجة عن مصر. عشان ما اطولش عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.